وبالعودة للهجوم على مقر الأمم المتحدة في العاصمة الصومالية مقديشو، معنا من هناك السيد عبد الرحمن عدلة الباحث في مركز مودرن للدراسات الاستراتيجية. فقط للتذكير سيد عبد الرحمن، هذا الهجوم وقع صباح اليوم، وقيل إن هناك انتحاريا فجر نفسه في مقر الأمم المتحدة، أعقب ذلك اشتباكات لمدة ساعة بين حركة الشباب المجاهدين أو عناصر منها وبين قوات الأمن الصومالي. السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو لماذا مقر الأمم المتحدة؟ ما المغزى من هذا الهجوم؟ يأتي الهجوم، هذا هو ثاني نوع من هذه الهجمات من حيث النوعية ومن حيث التنفيذ، وأول نوع من حيث المكان، ويستهدف هذا الهجمات إلى مقر الأمم المتحدة في عاصمة الصومالية في مقديشو. ويمكن أن يفهم من هذه الرسالة أن الحركة تريد أن ترسل، حركة الشباب التي نفذت وأعلنت بمسؤوليتها عن هذه الهجمات، تريد أن ترسل إلى الأمم المتحدة وإلى العالم أن الحركة لها تواجد فعلي عسكري مسلح في العاصمة الصومالية وفي بلاد الصومال كله، تريد أن تدل العالم أنها تستطيع أن تهاجم في أي وقت وفي أي مكان تريد. وكذلك يأتي هذا الهجمات في وقت ينعقد في مقديشو مؤتمر قومي التعليم الصومالي تحت إشراف ودعم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المتخصصة بالتعليم، منظمة يونسكو ومنظمة يونيسيف. ويأتي هذا ممكن الهجمات في هذا الوقت تريد أن ترسل رسالة إلى الأمم المتحدة، حيث أن الأمم المتحدة قررت أن تنتقل كل مكاتبها إلى عاصمة الصومالية في مقديشو، وتتفتح الآن المكاتب التابعة للأمم المتحدة في مقديشو. طيب، القدرة على شن هجوم في الوقت الذي تريد وفي المكان الذي تريد، هل تعتقد أن مثل هذه الرسالة وصلت للأطراف كافة؟ إذا نظرنا إلى التطورات التي أعقبت هذا الحادث، قالت قوة الاتحاد الإفريقي الموجودة أو القوى الأفريقية الموجودة في العاصمة مقديشو إنها وصلت بعد ساعة وتمكنت من السيطرة على الوضع الأمني هناك. هل يشي ذلك بضعف قوة أو قوات الأمن الصومالية في مواجهة حركة الشباب، وأنها لابد أن تستعين بالخارج في هذا؟ يمكن القول أن الحكومة الصومالية ما تهتم وقد تركز أكثر على السياسات الخارجية بدلا من السياسات الداخلية والأمور الداخلية وأمور الأمن، والحكومة كلها منشغلة بالسياسات الخارجية والدبلوماسية، وغضت عن أنظارها الأمور الداخلية وأمور الأمن. يمكن السبب الرئيسي هو أن الحكومة لم تهتم أكثر على الأمور الأمنية والأمور الداخلية. نعم، القوات الإفريقية وقوات الحكومة كلها موجودة، والمكان كان أصلا مكان مشدد بالحراسة، ولكن الجو الأمني في العاصمة الصومالية يتدهور، وفي هناك هشاشة في الأمن في العاصمة الصومالية وفي الأقاليم كلها، لأنه الحكومة مهتمة ومتركزة على السياسات الخارجية والدبلوماسية. شكرا جزيلا لك السيد عبد الرحمن عدلة الباحث في مركز مودرن للدراسات الاستراتيجية، كان معنا من مقديشو.